26 نوفمبر سنة 1922 الخواجة بيبص من فتحة الباب ويرجع براسه لورا في لحظة ذهول ودهشة، مش مصدق اللي شافته عينيه ولا اللي حواليه وحاسس انه في حلم. يقول جملته الشهيرة: نعم اشياء رائعة. ايه ده؟ ايه اللي شافه؟ ايه الحكاية اصلا؟ وعشان كده لازم تعرف اصل الحكاية من بدايتها. الحكاية تبدأ من 3500 سنة فاتوا، وبالتحديد في القرن ال15 قبل الميلاد. وقتها الملك المصري سقن الرع كان بيجهز الجيش عشان يحارب الهكسوس، وللعلم هو كان أول ملك يبدأ معارك التحرير ضد الهكسوس. المهم إن الملك اتقتل أثناء واحدة من المعارك، ويخلفه من بعده ابنه كاموس اللي كمل المسيرة بعد والده، وقاد مجموعة من الحملات الحربية ضد الهكسوس. انتصر عليهم في كتير منها، لكنه لقى نفس مصير والده في الآخر. ويجي من بعده اخوه الاصغر احمس الاول، واللي كان له الفضل على القضاء على الهكسوس نهائيا، لدرجه انه فضل يلاحقهم من صعيد مصر الى الشام. وقدر احمس انه يؤسس للعصر الذهبي للدوله المصريه القديمه. اتجوز من نفرتاري وانجب منها امنحتب الاول، وبعد امنحتب الاول تولى تحتمس الاول حكم مصر، واللي قضى على الكوشيين في الجنوب. ومن بعده وصولا للملك تحتمس الثالث اللي حافظ على انتصارات اجداده ووسع رقعه المملكه اللي بلغت في عهده من نهر الفرات في الشمال الشرقي الى منابع النيل في قلب افريقيا. وحرفيا احنا وصلنا لذروه الازدهار في نهايات الاسره ال17 وصول الى الاسره 18، وبالتحديد الملك اخناتون. واخناتون معناه في المصريه القديمه هو عبد آتون الاله الواحد. وللعلم الملك اخناتون اهمل الحدود المصريه وكان مشغول جدا بخناقاته مع الكهنه والامور العقائديه، وحكم مصر 17 سنه، وكان متزوج من الملكه نفرتيتي، ولكنه كان متزوج برضه من كيا وهي ام وريث عرشه توت عنخ آتون. ايوان كان اسمه كده ايام حكم والده لحد ما تولى هو بنفسه الحكم. فاكر بقى انت الراجل الخواجه اللي كان بيبص من فتحة الباب وكان مبهور من اللي شافه؟ اهو المكان ده بقى يخص صاحبنا توت عنخ آتون، واللي جاي مذهل. اتولى الحكم وهو عنده 9 سنين، يعني طفل. قعد في حكم مصر قرابة ال10 سنين، يعني توفى وهو عنده 19 سنة. ايه ده؟ امال الضجة اللي معمولة عليه والشهرة اللي هو فيها دي كان سببها ايه؟ اقول لك، وقبل اي حاجة خد بالك ان هو تولى حكم مصر ومات وهو في سنه صغير جدا، يعني يعتبر طفل ملوش اي انجاز عسكري يذكر او بناء مثلا او اثر اقتصادي. اللهم انه غير ديانة مصر من بعد ابوه من ديانة التوحيد الى عبادة الاله امون تاني والالهة المتعددة، وبالتبع غير اسمه من توت عنخ آتون الى توت عنخ آمون عابد الاله آمون، وده كان بسبب ضغط الكهنة عليه. وغير عاصمة مصر من اخيتاتون اللي هي تل العمارنة الى مدينة طيبة اللي هي الاقصر حاليا. وبالرغم من ده كله فهو اشهر ملوك الفراعنة على الاطلاق. وعشان تعرف معايا سبب شهرته دي تعال نقطع بالزمن لنوصل ليوم 4 نوفمبر 1922. حسين عبد الرسول طفل مصري صعيدي اصيل من صعيد مصر، شايل اناء من الفخار ورايح على ضفة النهر يملى ميه للعمال اللي شغالين في الموقع. العمال كانوا على بعد منه بيدوروا على كشف اثري مهم من فترة طويلة. المهم حسين وهو في طريق العودة بعد ما ملى الميه تعب من الطريق، حط الفخار عن ايديه في الارض واستريح. وهنا اللحظة اللي كتبت اعظم تاريخ. اناء الفخار يخبط على الارض في صخرة، يحاول حسين يشيل الرمل من على الصخرة، يفاجأ بدرجة سلم. يقوم يجري على فريق التنقيب في الموقع اللي جنبه يبلغهم باللي شافه. ييجوا جري بمعداتهم ويشيلوا الرمال اللي بقالها آلاف السنين، ومع كل درجة سلم بيكتشفوها يزيد الشغف. هو ده فعلا اللي احنا بندور عليه. بعد الدرجة 16 يلاقوا باب حجري يفتحوه، يمشوا في دهليز حوالي 7 متر لحد ما يوصلوا لباب المقبرة. مكتوب عليها ايه بقى؟ ركز: سأقتل كل هؤلاء الذين عبروا هذه العتبة إلى الفناء المقدس. لكن ولا شغلهم يقوم الباحث البريطاني هوارد كارتر بعمل ثقب في الباب ويبص من الفتحة ويقول جملته الشهيرة: نعم إنها أشياء رائعة. وكان واقف جنبه اللورد البريطاني جورج هيربت ممول الحملة. فتحوا باب المقبرة ولقوا اللي عمر ما عينيهم شافته، مقبرة ملكية كاملة بمحتوياتها من 3300 سنة، فيها أكتر من 5000 قطعة أثرية. ويخشوا على غرفة الدفن يلاقوا تابوت الملك الحجري، يفتحوه يلاقوا جواه تابوت، يفتحوه يلاقوا جواه تابوت ذهبي، يفتحوه يلاقوا القناع الذهبي العظيم، ومعاه مومياء الملك توت عنخ آمون يركض في سلام، عشان يكون ده أعظم اكتشاف أثري في تاريخ البشرية كلها. لكن ما تنتهيش الحكاية لحد كده.
بعد الاكتشاف ده بشهور فاكرين ممول الحملة اللورد البريطاني جورج هيربت توفى بعد فتح المقبرة. توفى بسبب ناموسة خارجة من المقبرة قرصته في وجهه. ما بهزرش والله، فعلا دي حقيقة. ومش كده وبس، ده في لحظة الوفاة انقطعت الكهرباء عن القاهرة كلها. خد دي كمان، في بريطانيا كان عنده كلب هناك في بيته. اهل جورج اكدوا ان الكلب بتاعه لقوه بيصرخ ويعوي بشكل مش طبيعي وفجأة مات. وللغريب انهم قالوا ان مات في نفس اللحظة اللي مات فيها اللورد جورج. ومن وقتها طلعت فكرة لعنة الفراعنة. لكن ثبت بعدها ان الناموسة اللي قرصت اللورد في وجهه اصابته بتسمم دموي ادى للوفاة. وانقطاع الكهرباء في القاهرة وقتها كان امر اعتيادي ما كان الا انه صدفة. اما حادث الكلب فكان بدون تفسير. لكن الراجل ده خلد اسمه كممول لحملة اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، واللي بنفس ذهول هربرت كارتر لما بص على فتحة الباب وشاف الكنوز اللي جوه المقبرة. بيقف زوار المتحف المصري الكبير الان وبينبهروا امام العظمة المصرية، محتويات المقبرة والقناع الذهبي، متعجبين من عظمة وشموخ الحضارة المصرية القديمة، ويدققوا في التفاصيل ويزيد اعجابهم وتعجبهم اكتر واكتر. كانت مصر وستظل مهد الحضارات ومثال حي لجذب انظار جموع العالم. حمى الله مصر شعبها وجيشها وارضها. في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي.